السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طلع ترند اليومين دول كده، الزملكاويه اخواتنا مطلعينه ان هو بطولة كاس عالم أندية دي بطولة تافهة، وانتوا اللي مكبرين الموضوع، وانتوا اللي بتصدقوا تمسكوا في حاجة وي وي وي، وعلى هذا النهج بقى. طيب بص يا سيدي، بطولة كاس العالم دي مشارك فيها 32 نادي، 12 من أوروبا، من صفوة أندية أوروبا. تتكلم في انتر، باريس، السيتي، ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، سالزبورج. آه، الصف الأول في أوروبا حرفيا، اللي هم أعلى تصنيف. 4 فرق من أمريكا اللاتينية، أو 6 كمان: بالميراس وفلامينجو وريفر بليت. وفيها 4 من أمريكا الشمالية، وفي 4 أفريقيا، و4 آسيا. وصفوة أندية العالم حرفيا. يعني أنت بتتكلم في كلاس إيه في كل القارات. يعني أنت بتتكلم في أفريقيا الأربعة اللي هم مين؟ أعلى 4 تصنيف. آسيا أعلى 4 تصنيف، وهكذا. ويس على ده كله. هل أنت بقى عايز تقنعني إن الفيفا مدي لكل واحد على المشاركة بس حوالي 9 مليون يورو، غير ان كل ماتش هتكسبه ب2 مليون، الماتش اللي هتتعادل فيه ب1 مليون، انك لو صعدت لدور 16 تاخد 7.5 مليون. كل الارقام الخزعبليه دي وكل الماركتينج اللي الفيفا ده عاملاه، ده عاملين ماركتينج خزعبلي، خزعبلي اقسم بالله. عايز تقنعني ان وكل التجهيزات بقى، وكل الانديه منزله تيشيرتات خاصه بكاس العالم للانديه، وكل الانديه مستعده لا، وفي ماركتينج بيحصل، في شغل عالي بيحصل، في مؤتمرات بتحصل، في الفيفا بتطلع تقارير كل يوم عن نادي من الأندية المشاركة، في مقابلات صحفية بتحصل، في مؤتمرات صحفية بتحصل. عايز تقنعني إن كل الهلومة دي معمولة على بطولة ملهاش لازمة؟ ولا أنت عشان مش مشترك فيها يا اسطى؟ ما هو بص بالعقل. يعني أنت عايز توصل لي فكرة إيه؟ يعني أنت الأول كنت بتقول لي أنت بتروح تلعب بطل أمريكا اللاتينية وتخسر منه وتروح تاخد المركز الثالث، وبتقعد تقلل برضه من إنجاز البرونزية، مع إنه إنجاز مش سهل وأنت معرفتش تحققه وغيرك معرفش يحققه. أنا أعلى رقم فيه، أنا واخد 4 برونزية في كأس العالم للأندية. أنت خدت إيه؟ فليه يا اسطى دايما بتحاول تقلل من الحاجة؟ يعني بجد والله. يعني أنا لسه شايف صور اللي في فلامينجو البرازيل وهم مسافرين رايحين الطيارة. أقسم بالله جماهيرهم عاملين حفلة مرعبة حرفيا. ريفر بليت نفس القصة. انت يعني كل الأندية على أعلى مستوى، وكله مجهز وكله رايح وعايز يعمل حاجة في البطولة، والموسم بتاعه كان سيء عايز يعوض في البطولة دي. وفي منافسة شرسة في كل المجموعات تقريبا، كل المجموعات تقريبا متوازنة. منافسات شرسة ما بين دول أوروبية، فرق أوروبية أو فرق أمريكا اللاتينية أو فرق أفريقية قوية زي الأهلي، الوداد، الترجي، الهلال السعودي.